السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة جاتو شاتو بالفانيليا وبطعم الكراميل. هنعمله في خطوة واحدة وبصوص منه فيه، وطعمه بقى في منتهى الجمال. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وأحلى من أي جاتو كلتوه قبل كده. وهنحضره في الخلاط بكل سهولة. وهتجيبي بيضتين بس وكوباية دقيق واحدة، وهتعملي أكتر من دستة جاتو، وأحلى وأوفر من بتاع المحلات 100 مرة. الكيكة ما شاء الله طرية كده وناعمة، ومساماتها ضيقة كأننا عاملين كيك سبونج بالظبط، من كتر ما هي هشة وناعمة وبتدوب دوبان. هنعرف مع بعض كل تفاصيل الكيك، وازاي يكون ناعم وناجح معاكي كده وهش وخفيف وعمره ما يهبط ابدا. فلو انت عمرك ما عملت كيك قبل كده، فجربي طريقة النهاردة وانت مغمضة. حط لايك للفيديو، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. في شفشق الخلاط بننزل فيه بكوباية من الحليب 200 جرام، والحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش ساقع خارج لسه من التلاجة، فبنخرجه قبلها بشوية. ونزل عليه بكوباية إلا ربع من السكر، وزنهم 150 جرام. وكمية السكر دي مظبوطة قوي، وبيكون في كده توازن بين طعم الكيك مع طعم صوص الكراميل اللي بيكون على الوش. فما تزودوش السكر عن كده إلا إذا كنتوا بتحبوها سكرها زيادة. وهنضيف عليهم كوباية من الزيت 200 جرام، أي زيت بقى موجود، إن شاء الله حتى يكون زيت تموين، بس تكون نكهته كويسة وملوش أي ريحة، علشان يكون طعم الكيك معانا حلو. وهنجيب عبوة من الكريم كراميل، فأنا استخدمت ماركة دريم. العبوة بيكون فيها كيس من بودرة الكراميل، وكيس تاني فيه كراميل سايل. فهنحط في الخلاط كيس بودرة الكراميل، والكيس التاني هنسيبه دلوقتي، هنبقى نزين بيه الجاتو في الآخر. وحطيت كمان كيس فانيليا علشان الصوص تكون نكهته حلوة قوي. وشغلي بقى الخلاط لحد ما نضرب الخليط ده كويس جدا، يعني لحد ما السكر يدوب والخليط كمان يمتزج مع بعضه، وكمان قوامه يتقل معانا. فلو خلاطك مثلا قوته ضعيفة، يبقى ما تنزليش الزيت كله مرة واحدة، يبقى هتنزليه والخلاط شغال كده على شكل سرسوب رفيع، هيتقل معاكي وهيكون القوام ممتاز. ولو فضلت مشغلة الخلاط ولقيت القوام ما تقلش معاكي، يبقى هتخلي الخلاط شغال وتزودي شوية صغيرين من الزيت، فهيتقل وهيكون جميل جدا. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ تقل وبقى ناعم وكريمي وعامل زي قوام الشوكولاتة البيضة بالظبط. هناخد بقى من الصوص ده كوباية، وهنركنها على جنب علشان هنحتاجها بعد كده، فممكن برضو تحطيها في التلاجة او تسيبيها على الرخامة براحتك. وفي باقي الخليط اللي في الخلاط هننزل عليه بحبتين من البيض، وما يكونوش ساقعين ولا خارجين من التلاجة، يعني يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. وحطيت كيسين فانيليا، يعني بمقدار نص معلقة صغيرة. وحطي كمان معلقة كبيرة من الخل، دي بقى سحر في الكيك، بتخليه هش وخفيف، وكمان بتخلي الكيك يطلع معاكي ابيض زي القشطة، ده غير انه بيقضي على اي ريحة زفارة موجودة من البيض. واخر حاجة حطيتها ذرة ملح صغيرة قوي. وشغلي بقى الخلاط لحد ما كل الخليط ده يمتزج مع بعضه كويس جدا. وكده خلاص عملنا احلى وابسط واسرع كيكة، يعني خلاص الكيكة بتاعتنا يعتبر خلصت. فضيتها في البولة اللي هنشتغل فيها، ونروح نحضر المواد الجافة. معايا كوباية دقيق وزنها 125 جرام، والأفضل إنه يكون دقيق خاص بالكيك أو لجميع الأغراض. وهنضيف على الدقيق معلقة كبيرة هرامية من البيكنج باودر، اللي هو الكيس اللي بيكون وزنه 16 جرام. وأنا نخلة الدقيق ده مرتين قبل كده، ودي المرة التالتة هنخله برضو، وإحنا بننزله على السوائل، لأن كتر نخل الدقيق أكتر من مرة بيخلي الكيكة تطلع هشة ومش مكتومة. وهتقلبي لحد ما كل الدقيق يختفي تماما وما يكونش ليه أي أثر. وانا استخدمت كوبايه دقيق واحده وما احتاجتش ان اضيف تاني، وكان قوامها مظبوط معايا جدا. فلو لقيت القوام في الاخر خفيف معاكي، فممكن تزودي معلقه او 2 من الدقيق لحد ما يكون القوام مظبوط، لان انواع الدقيق بتختلف عن بعضها في امتصاصها للسوائل. وعاوزاكي وانت بتقلبي في الكيك خلي تقليبك كله في اتجاه واحد، علشان ما تخرجيش الهواء اللي بيكون موجود وتهبطي الكيك في الاخر. وبتجيبي الاسباتولا وتنزلي اي حاجه على الجوانب، وكمان بتديلها تقليبه كده من تحت، علشان لو في اي دقيق متركز تحت كده في قاع البوله بنضمن انه اتقلب واختلط كويس. وده قوام الكيك اللي شفتيه، قوام وسط، يعني لا تقيل ولا خفيف. وهنجيب الصينيه اللي هنسوي فيها وندهنها بشويه من السمنه او الزبده او الزيت، يعني بتدهنيها باي ماده دهنيه مش هتفرق. وبننزل بخليط الكيك ونوزعه فيها كويس، علشان تطلع بسمك متساوي في الاخر، يعني ما يكونش فيها جنب عالي وجنب واطي، وعلشان وقت التزيين كمان يكون الشكل حلو. وفي الاخر بعد ما بنسويها
بنجيب الخلة او عود مثلا شيش طاووق او بطرف سكينة، ونروح ونيجي في الكيك علشان نخرج اي فقاعات هوا موجودة، ويطلع الكيك بمسامات ضيقة في الاخر زي ما شفتيه. في الوقت ده كنت مشغلة الفرن علشان يسخن كويس. هندخل بقى الصينية وبنحطها على الشبكة في الرف الاوسط، وبيكون الفرن على درجة حرارة 180. وفي الكيك الفرن بنولعه من تحت بس مش بنولع الشواية الا اذا احتاج انه ياخد لون في الاخر. وبعد نص ساعة افتح الفرن بالراحة واختبري بخلة، لو طلعت نظيفة يبقى كده تمام، اما لو طلع فيها عجين لسه يبقى سيبيها كمان 5 دقايق ولا حاجة لحد ما تستوي تماما. ما شاء الله، الكيكة مرتفعة وهشة وطرية جدا جدا، ولونها في منتهى الجمال. هتسيبيها تبرد لحد ما تكون دافية شوية، بعدها هتسقيها بنص كوباية حليب. فالكيك بيكون دافي والحليب بيكون عادي يعني بدرجة حرارة المطبخ، لانك لو سقتيها والكيك كان لسه سخن فالكيكة كده هتعجن ومش هتكون حلوة. وانا اسفة جدا لان المقطع ده اتحذف مني وقت ما كنت بمنتج الفيديو، وعلشان تتشرب اسرع عملت لها فتحات، يعني خرمتها بالخلة او بعود الشيش طاووق، وبعدين سقيتها زي ما قلتلك. وبعد ما خلاص الكيكة كانت بردت تماما، هنبدأ بقى نوزع عليها صوص الكراميل اللي كنا شايلينه في البداية، وما تضيفوهوش عليها الا اذا كانت الكيكة بردت تماما، لانها لو كانت لسه دافية يبقى هتسيح الصوص وهتتشربه ومش هيكون عامل طبقة زي ما احنا عاوزينه. وهنبدأ بقى نوزعه على وش الكيك بالشكل ده لحد ما نغلف وش الكيك بيه ويكون بالشكل القمر ده. وبكده نكون زينا الكيك بصوص منه فيه، ومحتاجناش اننا نكلف نفسنا زيادة ونجيب مثلا كريمة او كريم شانتيه ولا اي حاجة، يعني جاتوه موفر واقتصادي جدا. فاكرين بقى كيس الكراميل اللي كنا عاينينه في الاول؟ ده بقى فضيته في كيس حلواني علشان اعرف اوزعه على شكل خطوط رفيعة، وهنعمل منه خطوط بالشكل ده. وانا حاولت اغير في شكلها وعملت خطوط بميل زي ما انت شايفة، يعني بزاوية شكله جميل قوي. وبتجيبي بقى اي خلة او بسن سكينة وهنروح ونيجي علشان نعمل خطوط رايح جاي، وهيديني شكل جميل قوي في الاخر. وتقدري طبعا تزينيه باي شكل انت حباه. وما شاء الله، ده كان شكل الصينية في الاخر، شكلها مغري جدا وحاجة كده قمر. وهنقطع بقى الكيك باي شكل وباي حجم احنا عاوزينه، يعني ممكن تقطعيه على شكل مربعات مثلا او مستطيلات. انا هقطعها على شكل قطعة جاتوه مستطيلة، وهخرج لكم قطعة علشان تشوفوا قد ايه الشكل مميز جدا. ومش بس كده، ده اجمل واطرى واطعم كيك ممكن تعملوه، والله ده مش مبالغة مني. الكيك فعلا طالع هش وخفيف بدرجة مش معقولة، كأننا عاملين كيك سبونج بالظبط مش كيك عادي، من كتر ما هو ناعم ومساماته ضيقة وطري وهش وخفيف واسفنجي جدا جدا. بجد احلى جاتوه هتعملوه وبأسهل طريقة زي ما شفتوا، يعني بدون تكاليف كتير. عملنا كل الكمية دي من بيضتين 2 بس وكوباية دقيق واحدة، يعني اكتر من دستة جاتوه بحجم ما شاء الله كبير، واحلى من بتاع المحلات مليون مرة. وكمان ظابطين سكره مش زي الجاهز، بيكون سكره زيادة ومجزع جدا وما تقدريش تاكليه، يعني تاكل قطعة منه بالعافية. اما ده اوعدك انك هتخلصيه في وقتها من جمال طعمه وكمان سكره المظبوط. وبألف هنا. وكده خلاص وصفة النهاردة خلصت، وعملنا احلى وانجح جاتوه شاتوه في العالم. يا رب تكون الوصفة عجبتك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.